أبو عائشة تسمعني شيخنا الكريم؟ عليكم السلام، حياك الله الفقار وحيا الله بابيل وحيا الله التلميذ. حياكم الله أخو شيخنا العزيز. ممكن تجيبنا شيخنا الكريم على السؤال الذي يظهر أمامك في الشاشة؟ هل عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير أم الشر حين قال غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله؟ بل الدعوة كانت إلى الخير وليست إلى الشر. جميل. هل شاهدتم؟ أبو عائشة مباشرة يجيب، والله الشيخ الوحيد الذي يجيب مباشرة. نطرح عليهم أسئلة يلف ويلف 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 ويلف. يا رجل عليك أن تطير من مكانك كما طار أبو عائشة من مكانه وقال إلى الخير. موفق. كيف عمر يدعو إلى الشر؟ هل شاهدتم أبو إجابة عائشة أبو عائشة؟ موفق دائما موفق فيجيب بسرعة يعني. أحسنت أبو عائشة. دائما منطق. الآن السؤال الذي يتبعه، بما أن عمر دعا إلى الخير، فلماذا النبي يقول فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ورفض كلام عمر؟ لا، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعوني، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذا الكتاب بعد ذلك. يعني يريد أن يخلو بنفسه فينظر في أمر هذا الكتاب، هل يتمه أو يتركه. لأنه عندما حصل التنازع. نعم، تفضل. نعم، أكمل. رائع جدا. يعني النبي أراد أن ينظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم عندما قال دعوني يعني اتركوني وحالي فأراجع في أمر هذا الكتاب وأنظر فيه هل أكتبه أو أتركه. هذا ولهذا قال النووي فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكتاب لمصلحة رآها. هذا تعليق الإمام النووي. جميل. فإذا عمر دعا النبي إلى الخير. جميل. عمر دعا النبي إلى الخير، والنبي أراد أن ينظر في هذا الكتاب. هذا الذي تريد أن تقوله. نعم صحيح. جميل. فلماذا إذن النبي قال فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؟ على ماذا كان يدعوه عمر إذن؟ كان يدعوه أنه غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. أحسنت، غلبه الوجع. هل هذا فيه هذا خير؟ وكيف النبي يقول فالذي أنا فيه خير؟ نعم، لما أقول أنا يعني دعني أتكلم عن والدي رحمه الله. عندما كان مريضا فنقول والدي غلبه الوجع اتركوه يرتاح. هذه أريد به خير، أنا أريد به الخير. جميل. إذا عمر أراد الخير من هذا الباب يريد بالنبي خيرا. فلماذا النبي يقول فالذي أنا فيه خير؟ نعم، النبي كان في الخير، فكيف عمر يدعوه إلى الخير والنبي يقول فالذي أنا فيه خير؟ كيف هذا؟ أحسنت جواب يعني إشكال لطيف جدا. نعم. النبي قال فالذي أنا فيه خير، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى تنازعهم وخلافهم وارتفاع الأصوات، النبي أراد أن ينظر في هذا الكتاب الذي النبي عليه الصلاة والسلام هم بكتابته. رفعوا أصواتهم يعني حطت أعمالهم أستاذ الفقار. لأن ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا لم تحبط. هذا رفع صوت رومانسي يعني. لا رومانسي. لأن النبي كيف يا فاحشة أنت قلت أنهم رفعوا أصواتهم؟ لو كان ما قالوه. نعم، هل حتى حصل في رفع صوت؟ نعم، ارتفاع أصوات معروفة. يعني لما يتكلم هذا ويتكلم هذا وهذا يقول وهذا قرب وهذا يقول لا تقرب. إذا حبطت أعمالهم يا شيخ الكريم أبو عائشة. يعني لأن في صحيح البخاري شيخنا أبو عائشة المحترم يقول الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بعدما يذكر يقول كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. يعني عمر يعلم أنه لا يجب أن يرفع صوته. فأنت الآن تقول لنا أن عمر رفع صوته يوم الرزية. إذن عمر شيخنا الحبيب أبا عائشة
خالف الآية. الفقار أنت أثبتت لهم الإيمان، أنت أثبتت لهم الإيمان أصلا. طيب من المتكلم؟ دقيقة. يا أيها الذين آمنوا. الجواب على هذا الإشكال هذا رد على أبو عائشة، رد على أبو عائشة. نعم الجواب على هذا الإشكال يا ذو الفقار. نعم. الجواب على هذا الإشكال أنه لم ينزل بشأنهما وحي يعني يعاتبهم أو يوقع عليهم العقاب، فعلم أن ما حصل في يوم الخميس. أخونا شيخنا العزيز المحترم، هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات أنزل في حقهم آية تقول لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهم يعلمون. ماذا كان يفعل عمر؟ يقول فما كان عمر دقيقة فما كان عمر يسمع رسول الله صوت النبي. ماذا كان يفعل عمر؟ فكان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. يعني عمر يتكلم حتى يقول له ماذا قلت يا عمر؟ ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. يعني عمر يعلم أن في حقه نزلت هذه الآية، فكيف عمر يرفع صوته وأنت الذي اعترفت؟ أحسنت. لا الآية هذه. نعم. لا أحسنت. الذي حصل في يوم الخميس دقيقة هو من باب المناقشة والحوار. وتعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يحاولوا يناقشوه يراجعوه، فربما يرتفع الصوت ولكن بدون قصد الأذية أو الاستعلاء على الرأس، هذا لا. وإنما القصد فيه هو المراجعة والمناقشة والحوار، وهذا معفو عنه. أيضا في القصة التي نزلت فيهم زوجاته الطيبات كانوا يراجعونه أحيانا. شيخنا بعائشة أيضا في هذه القصة التي وقعت لأبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب من بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي؟ قال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عادي جدا في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عادي جدا. فدقيقة يعني هذه الحادثة دقيقة بعائشة، هذه الحادثة البسيطة نزل الله الآية. فأيضا في رزة الخميس كما أنت تقول نقاش خفيف ظريف نزل الله عليهم الآية، فهم يعلمون الآية. إذن عمر الآن ليس من المؤمنين لأنه رفع صوته فوق صوت النبي. تفضل. حبطت أعمالهم، كل من رفع صوته بدليل الآية التي سبقت حبط عمله. لا هذا إذا تعمد رفع الصوت، إذا كان فيه تعمد لرفع الصوت. هل عمر لا يعلم أن إذا رفع صوته سوف يحبط الله عمله؟ هل عمر لا يعلم هذا الشيء؟ نعم يعلم، فلماذا رفع صوته؟ أستاذ الفقار لا شوف نحن ننظر في الأدلة من جميع النواحي. هناك رفع صوت متعمد يعني في حال راحة النبي، في حال خلوة النبي، في حال أشياء شخص يرفع صوته هكذا متعمدا. تبريرك غير مقنع. أبو عائشة لو سمحت، قيس بن شماس أليس كان خطيب النبي؟ أبو عائشة لو سمحت خلينا نرجع خطوة للوراء الأصل الموضوع. أنت الآن قبل قليل سألك الأستاذ ذو الفقار قلت عمر دعا إلى خير، صح؟ نرجع للفقار. نعم. طيب لما قال جاوبت على السؤال انه خير، عمر دعا الى خير، لماذا قال النبي دعوني؟ لماذا رفض؟ قال دعوني. لماذا لم يقل لماذا قال دعوني؟ قلت لكم احسنت، قال لهم دعوني جميعا حتى اراجع في امر هذا الكتاب. هل من قال هذا؟ من قال؟ هو انا بدك تعيد هذا الجواب. هو انا لحظه ابو عائشه، هو انا بدك تعيد هاي الجزئيه. من قال دعوني حتى اراجع امر الكتاب؟ من اين جئت بهذا؟ عندك عالم قال بهذا القول؟ احسنت. الامام النووي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام نظر بعد ذلك في امر الكتاب. النووي كان معهم يصور؟ الامام النووي قدس الله روحه الزكيه ماذا يقول؟ كان معهم وراء النبي حتى ينظر في الامر. راى بعد ذلك، لأننا حين نقرأ الكتب نجد أن النبي قال قوموا عني. حين نفتح الكتب نجد أن النبي طردهم، لا ينظر في الكتاب ولا شيء. هذه ليست أنت تفهم على أنها طرد، هي ليست طرد. قوموا عني كلمة لذيذة، لا كلمة خفيفة على السمع، خفيفة على القلب، بنكهة الشوكولاتة ولا بالكراميل؟ قوموا عني لذيذة
نعم لذيذة وخفيفة وسهلة. بالكراميل ولا بالفريز؟ لما أقول لك يا ذو الفقار. أبا عائشة، إذا سألنا ابن حزم في أصول الأحكام، إذا سألناه وقلنا له هل الكلام الذي يقوله أبو عائشة صحيح، سيقول لنا ابن حزم العالم الكبير، يقول: وكان ذلك القول منهم خطأ عظيم، أي من عمر، ولكنهما الخير أرادوا فهم معذورون مأجورون، وإن كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول الله إياهم بالخروج عنهم. إذن النبي عاقبهم، طردهم، وإنكاره عليهم التنازع بحضرته. فكيف تقول طرد لذيذ يا أبا عائشة؟ هذا طرد مر. لا شوف يا أستاذ الفقار، أنت الآن لما أكون أنا وأنت جالسين في مكان ما، نعم، ويأتي شخص يريد أن يتكلم معي بأمر خاص، نعم، فأقول لك يا ذو الفقار قم عني الآن حتى أتكلم معه، هل هذه طردة؟ لا، معناها اذهب إلى منصة أخرى أو إلى طاولة أخرى وأنا بتكلم مع الرجل بيني وبينه. أين الطرد؟ يعني أنت تريد النبي يقولهم قوموا يلعن كذا أبو كذا ما لك، يشتمهم، يعني شلون؟ غير صاحب الخلق العظيم شي يقول؟ دعنا نسأل الشيخ مصطفى العدوي ماذا يقول في هذه القضية. هو أيضا سألنا قبل قليل ابن حزم، الآن دعونا نسأل الشيخ مصطفى العدوي المصري المعروف. يقول يتكلم إلى أن يقول يتكلم هنا، يقول عن رزة الخميس. فلما اختلفوا طردهم طردا لذيذا رسول الله كما يقول أبو عائشة. تفضل أبو عائشة. أستاذ الفقار، أنت لا تأتي لي بيقول فلان وفلان، نحن علينا بقى نأخذ بقولك أنت. أنا علي من الحديث ليس فيه طرد واضح، لأن نعم. النبي منهي عن طرد المؤمنين. نعم، طرد خفي لذيذ، منهي عن طرد المؤمنين، ولا تطرد الذين يدعون ربهم وما أنا بطارد المؤمنين. يعني الله ينهاه عن ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بطاردهم. نعم، إذن ليسوا مؤمنين لأن النبي طردهم. النبي لا يطرد المؤمنين، لا يطرد الذين يدعون ربهم أبدا، بالغداة ليس طردا أبدا. لو كان طردا لنزل في شأنه قرآن، ولنزل فيه عتاب، ولنزل فيه أمور، ولكن لما لم يصدر من ذلك شيء، لا في الحوار ولا في المناقشة ولا في الخصومة ولا في ارتفاع الصوت شيء، علم أن كل ما حصل في هذا اليوم هو مجرد آراء ونقاشات وحوارات انتهت بترك كتابة الكتاب الذي رأى النبي المصلحة في تركه. ما شاء الله. إذن على حسب كلامك، لأنك الآن تصور فعل الأمر. أبو عائشة، أنت تصور لنا أن الشيء كان لذيذ جميل في قمة الاحترام، ولكن نجد أن ابن عباس يبكي ويبكي 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 في قمة اللذاذة، في قمة الراحة. هل ابن عباس كان يبكي فرحا؟ ابن عباس يا أبا عائشة، أنت تصور لنا وكأنها كل شيء فيلم رائع، رومانسيات جميلة مع النبي، ولكن نجد أن ابن عباس كان يبكي وقال مصيبة. لا توجد مصيبة عند ابن عباس كمصيبة يوم الخميس، فكيف سماها مصيبة؟ ماذا قال ابن تيمية في هذا البكاء؟ أحسنت، ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: بكاء ابن عباس وقوله رزية هذا من اجتهاده وقد أخطأ، وعمر أفقه منه، وأعلم منه. وعليكم السلام ورحمة الله. فما قاله عمر السلام هو عليكم، الصح، حياكم. وما قاله ابن عباس فهو غير الصحيح، مجرد اجتهاد من ابن عباس. ذو الفقار المغربي. دقيقة مازن، خلينا نسلم على الأستاذ الفقار والسيد. نعم. سيد حسن السلام عليكم ورحمة الله. ينتظر. تفضل أخونا قناة الأنصار الزهراء الثانية. تفضل. شكرا أستاذ الفقار، حياكم الله. حيا الله السيد أبابيله والأخوة جميعا. لا عادي أخوانا، يبقى معنا شيخنا الكريم أبو عائشة، يبقى معنا. تفضل أخونا. أخواني، في تفسير سورة الحجرات البخاري، تفسير سورة الحجرات في صحيح البخاري كتاب التفسير، وقال مجاهد: لا تقدموا أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، امتحن أخلص ولا تنابزوا، يدعى بالكفر بعد الإسلام. الذي يقدم بين يدي رسول الله يدعى بالكفر بعد الإسلام. يا أبا عائشة، صحيح هذا الكلام في البخاري أم لا غير موجود؟ أستاذ الفقار، هذا موجود بالبخاري لما موجود؟ يدعى بالكفر بعد الإسلام.
انا عندي حديث رفع الاصوات. هو تفسير سورة الحجرات: لا تقدموا بين يدي رسول الله ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. انا عندي هذا الحديث، لا املك الحديث الذي قلته الان. ما هو رقمه اخي العزيز؟ انا عندي الباب الاول الحجرات، هو نفس هذا الحجرات. هذا وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. امتحن أخلص، تنابزوا، يدعى بالكفر بعد الإسلام. يلتكم ينقصكم، التنا نقصنا. نعم، يعني يدعى بالكفر بعد الإسلام الذي يقدم بين يدي رسول الله. هذه واحدة. الله ماذا يقول في القرآن الكريم؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول ماذا قال لهم؟ قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فتنازعوا، وما ينبغي التنازع عند نبي. وقالوا: ما شأنه أهجر. أسأل أبو عائشة ما هو الشيء الذي فهموه الصحابة وعمر أن النبي هجر؟ ما هو الشيء الذي خرج من لسان النبي وعرفوا أن هذا الكلام غير مفهوم عندهم؟ ما هو الشيء الذي قاله رسول الله؟ هذه واحدة، سجلها عندك. إخوان الشيعة، أنا استفهمت من هذا الحديث أن الصحابة وعمر لحظة أبو عائشة، خلينا نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني. أبو عائشة دقيقة، أبو عائشة أجيبك سريعا، بس دقيقة قبل لا تجاوب. أنا عد استنتاج دقيقة، عد استنتاج هذا الحديث. فأنا أجيبك فأقول ما يخالف أبو عائشة، نص دقيقة. أخي العزيز، اتركوا يجيبك على النقطة الأولى. تفضل. نقطة، اتركوا يجيبك على النقطة الأولى. طيب. تفضل. نعم. كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع أو أنه يهجر؟ أقول: أعرف ذلك من نبرة الكلام التي تكلم بها بداية. فالعربي لماح، يعني عنده، يعني كما يقولون يلمح أو يفهم الكلمة من أولها، ويعرف الرجل هل هو مريض أو لا من أول كلمة. فهم عرفوا أن النبي غلبه الوجع أو أنه يهجر من أول نبرة صوته. فهذا الذي دعاهم إلى أن يقول عمر رضي الله عنه: النبي غلبه الوجع شفقة على حاله، لأنه لو تركوه يسترسل في الكلام. نعم، من أول الكلمات التي خرجت من فم النبي. ما هي الكلمات التي خرجت من فم الرسول؟ الآن أنا أحيانا أنت ما جاي تجاوب أبو عائشة. الكلمات التي خرجت من فم الرسول. لحظة يا أستاذ، دعني أجيبك أنا. تفضل. دقيقة. الآن لما أكون أنا إمام مصلي بالناس أحيانا أكون مزكوم وكذا، فلما انتهي يأتيني يقول لي: شكلك مريض. نعم، أقول له: مريض. يعني من نبرة الصوت يعرف المريض من غير المريض. فالعربي صاحب فراسة. عمر رضي الله عنه كان من أصحاب الفراسة الذين أعطاهم الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فعمر من المتوسمين، يعني أصحاب الفراسة. فبمجرد أن نطق الرسول بهذه الكلمة: ائتوني بكتف ودى وأكتب لكم، عمر مباشرة رأى أن النبي مريض تعبان لا يستطيع أن يكمل، فقال: غلبه الوجع يهجر، يعني لسانه ثقيل. تفضل. جيد، أحسنت. عمر عرف أن النبي مريض وغلب عليه الوجع، يدع النبي يرتاح وترجع إليه صحته. ولماذا يتنازعون هؤلاء إذا أنهم عرفوا النبي مريض ويعني محتاج للراحة؟ لماذا يتكلمون في محضر النبي ويتنازعون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني، أنا استنتجت من هذا الحديث: عمر ومن مع عمر قالوا أن النبي هجر. لحظة أبو عائشة دقيقة. أبو عائشة دقيقة. إخواني، السلام عليكم. هذه طبعا ما مر عليكم. لحظة يا أبو عائشة دقيقة، اعطينا مجال. إخواني، عمر بن الخطاب ومن مع عمر الذين قالوا ما شأنه أهجر يعتقدون بأنهم هم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف النبي يقول لهم: تعالوا دعوني أكتب لكم كتاب لن تضلوا؟ فهم اعتقدوا في أنفسهم أنهم لا يضلون، وشكوا بعقل النبي وصحة النبي
لأن النبي يقول لهم دعوني أكتب لكم كتاب لن تضلوا. هو هذا الاستنتاج الصحيح، هذا الاستنتاج الصحيح. شكوا بعقل النبي حقهم، لأنهم يقولون نحن أصحاب بيعة الشجرة ورضي الله عنا وأرضانا. كيف يقول لنا سيد حسن ابو عائشه احنا لما تكلم هو قال الان قال انهم هم فطنون وعرفوا ان النبي لسانه ثقيل الخميس ولسانه دقيقه اخونا ابو اسحاق، بس لها اسبابها ولها نتائج. دقيقه اخونا ابو اسحاق حتى لسانه معركه بدر. ثواني اخونا ابو اسحاق الكعبي، دقيقه رجاء اخونا حتى نقدمك اخونا الكريم. لسانه ثقيل والنبي عرفوا انه وهم فطناء وكان عمر متوسم، هذا كله على صفحه. طيب يعني هم شفقة بالنبي أم أنهم شكوا بسلامة عقل النبي؟ لا هذه من الرواية أستاذي. يا سيد أبابيل أنا لا أتي بشيء من دماغي. أنا أشوف الموقف أمامي وأشوف الرواية أمامي. الرواية في البخاري ومسلم شرحت كل ما حصل في ذلك اليوم. هسه انت اللي تعتقد به لم آتي بشيء من انا ما لي علاقه بهذا كله. انا جاي اسالك سؤال بسيط كلش. انت تعتقد شفقه على النبي لانه شافه تعبان لو وانت مره تقول لسانه ثقيل؟ هسه يا هي هم ما يردون يتعبون لو النبي لسانه ثقيل ما ينفهم كلامه. اعطيني واحده منهن، يا هي منهن. لا يا هي لا ما في واحد. كل ما شوف، اولا بمجرد ان تكلم النبي، انت تقول النبي تكلم. نعم تكلم، الروايه تقول تكلم. قال ائتوني بكتف ودوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. هذه الكلمات خرجت منه بصعوبه وبتعب صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك بمجرد أن انتهى من كلامه. ما هو دليلك أبو عائشة؟ ما هو دليلك؟ لحظة، ما هو دليلك بتعب؟ ما هو دليلك؟ دليلي قوله غلبه الوجع، هجر، يهجر، هذه كلها كلمات مترادفة على معنى ما أصاب النبي من المرض والتعب الذي جعل لسانه يثقل. ولهذا لما نقول يهجر أو هجر لا نقصد به الهذيان ولا نقصد به زوال العقل، لا نقصد به هنا ثقل اللسان بالكلام، لأن المريض عندما تشد به الحمى وعندما يغمى عليه لا يستطيع أن يبين الكلمات أو الحروف. هذا الذي يعنوه من كلمة هجر. ولهذا قال غلبه الوجع. يعني اشتد به. طيب لماذا لم يذهب أحد من الصحابة قرب النبي ويقول يا رسول الله لا تتعب نفسك وملينا ماذا تريد، كما فعل عثمان مع أبي بكر في تاريخ المدينة المنورة الجزء الثاني لابن شبة النميري صفحة 667 المصدر إذا عندك أستاذ الفقار ما أعرف بعد. فعائشة تقول كان عثمان يكتب وصية أبي بكر فأغمي على أبي بكر فجعل عثمان يكتب فكتب عمر فلما أفاق قال ماذا كتبت؟ قال كتبت الذي أردت أن آمرك ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. وأيضا عن زيد بن أسلم نفس الرواية يقول فأغمي على أبي بكر فأخذ عثمان عهد فكتب فيه اسم عمر فقال حسنا فعلت، فقال ولو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. لماذا لم تفعلوا الصحابة لم يفعلوا نفس هذا الفعل؟ يعني عثمان، أبو بكر، معاوية كاتب الوحي، زيد بن ثابت، هؤلاء الذين لم يلتحقوا بجيش أسامة وادعوا أنهم لم يريدوا أن يفارق النبي في ساعاته الأخيرة، لماذا لم يذهبوا إلى رسول الله ويمليهم ما أراد كما عثمان ملى أبا بكر ما يريد؟ ممكن تجاوبنا أبو عائشة؟ تفضل. أو لماذا لم يقولوا أن أبا بكر غلبه الوجع وما خلوه يكتب؟ طيب تفضل. طيب أبو بكر الصديق جمع الصحابة عنده واحدا وكان يستشيرهم في أمر الخليفة من بعده، فقال اختاروا أنتم رجلا وسموه لي. قالوا لا ندع لك التسمية، فأبو بكر الصديق سمى عمرا. أبو عائشة مو أول القصيدة كفر أصلا. هو لما كتب عمر قال لطلحة ماذا أنت قائل لربك وليت عينا فظا غليظا. أصلا الصحابة رافضين الحل والعقد رافضينه،
فلا لا ليس تدينا رافض، لا 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 أنت تبدينا لا اياها تهبد بالتدليس. المسلسلات، جاوب جواب دعك من منطقي. المسلسلات. نحن لا ناخذ دينا من المسلسلات. هذا كنت شفت مسلسل عمر، هذه المسلسلات انا لا اخذ بها. هاي مسلسلاتكم انتم، من طلعت عمر يهاجر علنا، هو اللي مراد ان تسكل امه وهو قاتل يم العاصبين. هاي مسلسلاتكم اكاذيبكم مو احنا. يا استاذ دقيقه، سيد سؤال ابو عائشه. ابو عائشه دقيقه. ابو عائشه دقيقه، سؤال سهل سلس. ما انتهيت من جواب ابابيل. ما يخالف. ما سيد حسن بس خلي يجاوب على هاي. خلي طيب فاقول يا ابابيل، لماذا لم يقل ابو بكر يهجر؟ طيب نحن نقول وذهب ان ابا بكر ليمليه ابا بكر، لماذا لم يفعلوا هذا الفعل مع النبي؟ شوف، قلت لك حال أبو بكر يختلف عن حال النبي يا جماعة الخير. النبي مشرع، النبي مشرع، أبو بكر مجتهد، يعني قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني هذا اجتهاده عندما اختار عمر. ولهذا كان يسأل عنه الصحابة واحدا واحدا وفردا فردا. فلما استقر الرأي وبين لهم مكانة عمر وأنه عندما سيتولى لن يكون شديدا ولا قويا وسيكون في وسط وفي حاله، فقالوا إنه الآن شديد. قال نعم شديد لأنه يراني أنا كما يقول ليس بي شدة. فهو يقول عندما يتولى عليكم سيتغير. وفعلا فراسة أبو بكر تمت وحصلت. فالحال هنا يختلف. فهمت علي؟ وهي مجرد استشارات وشورى أبو عائشة جعلها عمر من الصحابة. تفضل بالفقار. نعم، لماذا أبو بكر لم يقدم الكتاب إذن للنبي؟ اثبت لي أنه كان موجودا. اسكت أنت، نتكلم أبو عائشة أخي الكريم. تفضل. طيب أبو عائشة. الجواب طيب أحسن. الجواب لماذا أبو بكر لم يقدم؟ طيب لماذا علي لم يقدم؟ نقول هذان الرجلان كانوا نعتقد أنهم كانوا موجودين، لكن شوف أبو بكر معروف عنه الهدوء والتريث، وهذا معروف عنه رضي الله عنه، يعني فيه صفة الهدوء إلى آخر درجة. لهذا رفعوا أصواتهم كما قلت قبل قليل. عندما توفي النبي بسبب الهدوء رفعوا أصواتهم كما قلت قبل قليل. نعم صحيح، أكمل. لا أبو بكر لم يرفع صوته، كان هادئا. لا رفع. أنا أسألك سؤال. اسألني سؤال. نعم كان هادئا، يعني أبو بكر أنا شوف، لأنك قلت قبل قليل أنهم رفعوا أصواتهم، فنحن نريد أن نعرف أبو عائشة نحن نريد أن نعرف هل رفعوا أصواتهم أم لم يرفعوا أصواتهم، لأنك قلت أن أبو بكر كان هادئا. مسكين أبو بكر. فأنت الآن لا تناقض نفسك. طبعا شوف، لما يحصل خلاف وخصوم نعم، أنا لا أناقض نفسي يا أستاذ. أنت تسألني لماذا أبو بكر لم يقدم الكتاب. الجواب عندي أن أبو بكر الصديق في هذه المواقف يلتزم الهدوء، لأنه دائما في هدوء. ولهذا حتى في صلح الحديبية ولكن لماذا تنازعوا وارتفعوا الأصوات كما قلت؟ تنازعوا وارتفعت الأصوات. هو كان هادئا، كنت معهم أنت يا عائشة، كنت ترى جالس هادئا. إذا معروف عنهم، إذا معروف عن الهدوء. لحظة أبو عائشة، إذا معروف عن أبو بكر الهدوء احنا نوقف على كل كلمة تقولها. إذا كان معروف عن أبو بكر الهدوء لماذا نزلت الآية توبخه وتحذره هو وعمر؟ أحسنت سيدنا. أي آية؟ ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بالحديث الذي بحديث كاد الخيران أن يهلك. لا ما هي توبيخ. ليست أبو عائشة، لا توبيخ. ليست يهلك كاد يهلك. الأول أبابيل. يا جماعة الخير، لو كانت الآية توبيخا لما قال الله عز وجل يعني تحذير خذ تحذير ويوبخ. طيب أبو عائشة، لا تحذيرا بل معاتبة رقيقة، عتاب رقيق.
لا يا حلاوه ابو عائشه اليوم، دقيقة. ابو عائشه اليوم مو عيد أنت الحب ابو رومانسي. عائشه. اليوم ترى رومانسي مو يا ابو عيد عائشه. الحب. نعم نعم. اليوم عندنا بالعراق عيد الجيش مو عيد الحب. انت اجيب لك ابو عائشه، افتح لنا كاميرا وخلي يمك دبدوب لا احمر، لا لا لا، وعلق لك شمعه، ولا خلي يمك دين ولا دبدوب أبو احمر عائشة وعلق اليوم شمعه ابو ولا عائشه. في ابو عائشه اليوم رومانسي جدا. يا أيها يذكرني بالشيخ الزبيدي يقول كان ابي بكر عنده والله. رقه يبكي حط دائما يمك دبدوب يبكي. احمر، خليه يحط يمه دبدوب احمر ويعلق شمعتين ابو عائشه ويسوي ضوء احمر خافت. شنو السالفه ابو عائشه؟ أبو كلها عائشة. رومانسيه وكيوت. ابو عائشه السلام عليكم. سلامة الله. السلام. شلونك يا ابو عائشه؟ طبعا انا ابو عائشه احبه كلش. حياك الله. حياك الله ابو عائشه. ابو عائشه انت مع كما قلت لهذا الفقار، انت من الذين يقولون ان عمر يريد الخير لرسول الله. نعم نعم. في كتاب احكام اصول الاحكام لابو محمد الاندلسي يقول: فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به مما كان سببا إلى حرمان الخير بالكتاب، لذا لو كتب لم يضلوا بعده. ها أبو عائشة. انتهيت؟ أي. وجيبوا يد الفقار وجيبوا. نعم تفضل شيخنا الكريم ابو عائشه تفضل. أحسن. طيب، أولا يا جماعة الخير، هذا كلام علماء، وكلام العالم يستدل له ولا يستدل به، وكل يؤخذ من يرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عندي إقرار يعني النبي، جاوبه. إقرار النبي عندي الجواب. طيب عن ابو الله عائشه وأخذه ثواني بقول ثواني يا ابو عمر عائشه ثواني وتركه ثواني يا ابو للكتاب. عائشه ثواني لو سمحت ابو عائشه ثواني عندي ثواني. الجواب أبابيل. انت قلت لا، لحظه سيد مازن، انت قلت كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر اي محمد. لماذا ردوا عليه في رزيه الخميس؟ احسنت. تفضل ابو عائشه. انت توقع نفسك من حيث لا تشعر ابو عائشه، بس انا بالمصدر قاعد لك. لماذا ردوا لا عليه؟ لا أبدا. لماذا ردوا أنا عليه؟ شوف، أنا كان يهجر. طيب الجواب عندي. نحن نقول أن الذي حصل في يوم الخميس حصل هذا بحضور النبي. فلما حصل هذا بحضور النبي والتصويب جاء من النبي، فأين الرد؟ ما في رد، بل النبي وافق وقبل وعمل برأي عمر وما رآه عمر الذي قال عنه الإمام النووي قدس الله سره وروحه الزكية، قال هذا من دلائل فقهه. يعني كذا ما في رد هنا. ابو عائشه لو سمحت سؤال سهل. يستدل له ولا يستدل به. الان يستدل به. لا تلزمنا بقول النووي. العالم يستدل له ولا يستدل. ابو عائشه اليوم على اخواني ما بيها مثل. ابو عائشه احسنت اليوم. سيد احنا اسمح لي اجاوب. اليوم ابو عائشه سيد احنا شيعه. اليوم اسمحوا لي أجاوب. لحظه يا اخوان تسمحوا لي اجاوب جابر لماذا لم يكتب الكتاب؟ من معنا الاخ من ينزل الكلام الان؟ تلميذ سيد مازن. سيد مازن إيه نعم. بعد ما نكمل مع عندي الجواب. بس دقيقة نقدم الأخ. تفضل تلميذ سيد مازن. بعد ذلك رجاء السيد مازن، بعد ذلك سأقدم الأخ حسين. تخيلوا الساعة 20 دقيقة والله لا تنسى الفقار. لا تنسى أستاذ الفقار. أبو عائشة العالم يستدل له لا يستدل به، فلا تستشنعنا بقول تسمح لي أجاوب؟ عليكم تفضل تلميذ سيد مازن. تفضل. نعم. السيد الكريم يقول القرطبي في كتابها المشكل من تلخيص كتاب مسلم صاد الجزء الرابع صفحة 558. نعم، يقول لكل من يقول أن الكتاب لم يكتب. خرج صفحة أخي. يعني ستثبت أن الكتاب كتب. نعم. يقول في صفحة 561 وقوله أوصيكم بثلاث، نص في أنه أوصى عند موته وهو مخصص لقوله إنه قال صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء وتقوم بذلك، قوله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني المشركين واليهود، لأنه ما كان بقي مشرك في أرض العرب في ذلك الوقت غيرهم فتعينوا. قد جاء في بعض طرقه أخرجوا اليهود من جزيرة العرب مفسرا والجزيرة إلى آخره ويبين هذا. وقال واختلف في أحدهما وقال أصمعي أنه
هي بينما أقصى عدن إلى ريف العراق، فهو أوصى بعدة أشياء النبي أستاذ الكريم، ولكن ككتابة لم يكتب، ولكن أوصى بها لفظا. جميل، إذا الكتاب لم يكتبه. إيه نعم، ولكن ما أراد أن يكتبه قاله لفظا، وورد عندي في المستدرك أنه جميل. أوصى لأبو بكر بالخلافة أستاذ الكريم. طيب الآن ذي الفقار أستاذ جميل، هو قال ما أراد أن يكتبه أوصاه شفهيا، لماذا نسيتم الثالثة؟ لماذا الصحابة نسوا الثالثة؟ ولو تركوه يكتب هل سينسون الثالثة؟ تفضل. أحسنت، هذا الذي أردت أن أقوله. تفضل أجيب رجاء. إيه نعم، الثالثة نعم. نصيبه بقى ما كتبتش بقى. نصيب؟ احنا قاعدين يا نصيب. الحمد لله، احنا جاي نحكي والعالم جاي تحكم، احنا ما جاي نقول. هاي الثالثة قلت لك أبو بكر أستاذ الكريم. عبد الله بن والله اليوم البث عندك النبي لم يوصي في صحيح مسلم. ذا الفقار اليوم ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ذا الفقار استاذ الفقار. نعم اخونا. اليوم سيد ابابيل واقفلهم وقفه، لا ابو عائشه لا يعني يحكي خنقه، مجرد يتكلمون ينزل عليهم. بعد ما طرح الاستشكال مالته ولزمه. يعني بخرج الحديث ثاني اخوان. سيد مازن دقيقة مداخلة ويا لا رجاء الأخ والله ساعة و24 دقيقة ينتظر الأخ حسين. تفضل أخونا. أنا نازل إن شاء الله. ذو الفقار قبل أن أنزل بس أنا تلميذ سيد مازن. أردت أن أقدم الأخ حسين، ابقى معنا دقيقة. لا أنا نازل أصلا بالمناسبة يعني، ولكن أردت أن أقول شيئا يعني. سيد مازن كان مسوي فيديو يعني يرد عليك، وأنت رددت عليه ردا جميلا يعني، وأحييك. هذا ليس موضوعي أخي، رد ما رد. لا أنا أحييك. الخميس. أنا أحييك فقط يعني. نعم شكرا لكم أخونا الكريم. في موضوع عن المهدي في السرداب، ولكن هو رد بفيديو جديد، لماذا لم ترد عليه؟ أنا لا أتابع قناته أخي الكريم، لا أتابع قناته مع الأسف الشديد. أنا لا أشاهد. خلاص هو نزل فيديو 24 دقيقة عن المهدي في السرداب. صيحة لأستاذك مازن خليجي هنا، وإلى كل الاحترام إذا كان محترم. صيحة خليجي مستعد تناظره ذو الفقار، هو طالبك أصلا من زمان. لا أنا المناظرة معكم أخي الحبيب مع المعذرة لا تنفع معكم. مع سيد نتيجة معكم حين نظرت وليد إسماعيل، شاهدت أستطيع أن أقول لك هذه أول مناظرة مباشرة. صراحة المناظرة معكم كما قلت أقولها دائما قبل أن أتناظر مباشرة، تخيلوا كنت أقول الحل الوحيد للمناظرة معكم هي مقطع بمقطع. كانوا يستهزئون بي. لماذا؟ لأن مقطع بمقطع تأتي بكلامه تفصله تفصيل بالأدلة. أما في المناظرة تطرح عليه أسئلة، ماذا يفعل الطرف الآخر؟ يختبئ خلف 3 دقائق 4 دقائق كما فعل وليد إسماعيل. أنا أطرح عليه أسئلة لا يجيب حتى انتهت المناظرة. وعندما انتهت المناظرة خرج يقسم بالله أنه أجاب على كل أسئلتي. بالله عليكم، هل هذه مناظرة أم مهزلة؟ يعني أنا أرجع إلى كلامي، المناظرة الوحيدة التي تقسم ظهور الكل هي مقطع بمقطع. لماذا؟ لأنك تأخذ كلامه تفصله بالأدلة. فهل هو يجرؤ أن يناظر هكذا؟ أبدا لا يجرؤ، أبدا لا يجرؤ. فأنا أخذت قرار أخي الكريم أن المناظرة معكم مع الأسف الشديد لا تنفع. الذي يريد أن يناقش هذا البث مفتوح، يأتي نطرح عليه يطرح علينا ضربة. هذا جميل أحبه. لماذا؟ لأنه لا يختبئ لا دقيقة ولا دقيقتين، لا حوار، حتى لا تقولوا أنني أخاف، لا مقطع بمقطع، لا البث مفتوح، يتصل مكرم محترم. والله أنا أحترم الكل وأنتم تشاهدون بثوثي. فإن كان يريد الحوار مع أي شخص مرحبا به هنا. وصلك الجواب أخي الحبيب المحترم؟ الأخ نزل مع الأسف. تفضل أخونا حسين. أعتذر منك، 1.5 ساعة وأنت تنتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عادي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. أنا ذو الفقار، تعرف من العراق. حياكم الله. شاذ العراق عن قريب. تفضل. بس يعني سؤال، يعني هو بالدين من ناحية لا في صلب يعني هذا الشك بين الثالثة والرابعة، بين الركعة الثالثة والرابعة. ليس موضوعي أخي الكريم، هذا موضوع فقهي. واطلع مو لا أعتذر أخي، موضوع فقهي. أنا لست شيخ حتى أفتيك في الفقه. رجاء اذهب إلى مشايخ هم يجيبونك. موضوع فقهي، اسأل بمرجعك الذي تقلده. نعم. شكرا لكم أخونا الكريم، الله يحفظكم ورعاكم. تفضل أخي أبو إسحاق الكعبي. حتى إذا نعرف الجواب ما نجاوبك أخونا، لأن هذا مختصر. نعم لا أستطيع أن أفتيك أخي، مستحيل أفتي أي شخص، أنا لست بشيخ. أعتذر منك. المهم من شاذ العراق عن قريب قاعدين خارج العراق، شاذ أبو عبد الله الحسين. شكرا لكم أخونا. عندي سؤال أبو عائشة شيخنا الكريم.
هل عمر بن الخطاب قدم بين يدي رسول الله القرآن أم لم يقدم؟ سيد حسن لحظة ويانا الأخ أبو إسحاق صار ثالث مرة يصعد. نعم تفضل أبو إسحاق الكعبي، تفضل أخونا. حياه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة يقول أن النبي مريض وما أراد عمر بن الخطاب أن يجيب، فالنبي من يشرح هو يجيب. سؤالنا هنا هذا استدلال خاطئ. منه أشار على عمر أن يبدأ رأيه؟ قلنا واحد أشار عمر أن يبدأ رأيه. اثنين، هل النبي أشار الصحابة بهذا الموضوع؟ الأخ عنده مشكلة في النت، انقطع البث عنده، أي انقطعت الكاميرا. تفضل أخونا. صوته يقطع ما نسمع. نعم نزل لا يظهر عندي هنا في الغرفة، نزل عنده النت ضعيف لأنه دخل أكثر من مرة أراه هنا يدخل ينزل عنده النت ضعيف صراحة. أنا أنصح الأخ أن لا يفتح الكاميرا ويتصل أفضل، لأن الكاميرا تتطلب النت يكون قوي. نعم فلا تدخل من الرابط، اتصل أو اطلب القسط. والله شبكتين وخطين، يلا نقدر نفتح كاميرتين شبكتين. نعم. تفضل الباحث جمال النصراوي أخونا الكريم، تفضل حتى نعطي الكلمة لشهاب الثاقب لأنه قاطعته قبل قليل. تفضل أخونا الباحث جمال، تسمعني؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم السلام الله. عليكم. عليكم السلام شلونكم سيدي، أحوالكم شلون؟ الحمد لله. وما عندي في الشيء أرد عليه، بس الولد راد هاي المسألة الفقهية، قلت خلنا أرد عليه فراح مو مشكلة. ما عندي كلام انه اذا عند الجماعه كلام، بس خلنا نستمع وشوف شنو يردون بعدين ارد عليهم ان شاء الله. طيب راح اكتب وشوف شنو ارد عليه، لان ما لحقت عليكم انا شنو حكيتوا. حياك الله. الشهاب ثاقب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. تحية طيبة إلى الأخ المجاهد ذو الفقار وإلى حضرتك وإلى الحضور الكرام. حياك الله. أخوتي الكرام، لدي سؤال وهو في غاية الأهمية والضرورة. إن الأخوة السنة بما أنهم يعتقدون بعدم عصمة النبي الأكرم المطلقة، وإن النبي صلى الله عليه وآله إنه سحر لفترة 6 أشهر، فما هي الآلية أو الميزان الذي اعتمدوه الأخوة كي يميزوا في تلك الفترة إن هذا وحي أو من أثر سحر؟ كيف يميزون إن ما يقوله ليش هذا موضوعنا يا شباب؟ ليش هذا موضوعنا؟ أو سحر؟ لا والله لن أتنازل عنه يا أبا عائشة. لا ليس موضوعنا. لا الشهاب الثاقب موضوعنا رزية الخميس. موضوعنا لحظة أبو عائشة. إذن أنا في رزية ما دخلنا في السحر. لحظة أبو عائشة. إذن أخوتي الكرام دونوا سؤالي لا يا جماعة، أنا مع ذو الفقار في توحيد الموضوع. نعم نحن موضوعنا يعجبني طريقة ذو الفقار أنه لا دونوا سؤالي عندكم، وبعد الانتهاء من هذا الموضوع تتركون هذا الموضوع يرحمكم الله. أخونا شهاب رجاء بدون أن نغير الموضوع، رجاء نحن موضوعنا في حول رزية الخميس. إذا عندك سؤال بالرزية تفضل شهاب. نعم إذا عندك سؤال الأخ أبو عائشة شيخنا الكريم هنا موجود يطرح عليه سؤال. الأخ ذو الفقار أرجوه دون هذا السؤال عندك، ولو تكرمت علي وتطرقه فيما بعد أو بحلقة أخرى إن شاء الله. أنا أريد أعرف، يعني من حقي أن أعرف إن القرآن إذا كان وحيا فالسنة كانت ماذا؟ بوحي أم من غير وحي؟ الأحاديث والروايات أنا من حقي أريد أعرف. نعم إن شاء الله حين نصل إلى هذه القضية سنطرح هذه الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا لكم، في أمان الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف أحوالكم أستاذنا العزيز؟ بخير والحمد لله. معنا الأخ شيخنا الكريم أبو عائشة يطرح عليه سؤال حول رزق إن شاء الله. أبو عائشة عيني،
من قال بقولك بأن النبي صلى الله عليه وآله اضطرب وتلعثم في كلامه؟ من قال بقولك من العلماء، ومن فسر الهجر بهذا التفسير؟ هذا أولا، إذا ما يجاوب هسه. الأمر الثاني، أبو عائشة تسمعني؟ طيب القرين لا توجد قرين. نعم تفضل أبو عائشة، أجيبه. دعني أجيبك على السؤال الأول حتى لا يشتت الموضوع. تفضل. أولا كما تعلمون أنا قلت لكم ما حصل في يوم الخميس إنما هو اختلاف في وجهات النظر، يعني خلاف سهل وجميل بين الصحابة وبين نبيهم وحبيبهم، يعني ولهذا النبي ليس دكتاتوريا، لا حول ولا قوة، حتى وهو رسول الله يوحى ليس دكتاتوريا، فكان يشرك الصحابة في بعض الحوارات والنقاشات. يا أبو عائشة شارب اكسير الرومانسية يا أبو عائشة. سيدنا أبابيل اتركوا مع الشيخ حميد. الصوت لما يتكلم الشخص المريض لا إله إلا الصوت يعرف من الصوت تعبه والمشقة عليه، وتعرف الصحابة لماحين، وخصوصا عمر الفاروق هذا رجل لماح وصاحب توسم وصاحب فراسة ما شاء الله. ولهذا كان الناس يعني ينظر منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، معلوم. زين، من قال بقولك يا أبو عائشة لا تدور حول الموضوع. من قال بقولك؟ لماذا تخدعني أنا أكمل الجواب؟ ليش أنت تفسر بكيفك؟ سأديك بكل العلماء. أنت قول ابن حزم، عزيزي أبو عائشة الله يخليك، التعالي بعد البرنامج عندي هدية لأبو عائشة. انت قول عاش ايدك. دقيقة اخوي المتصل، دقيقة. خليه وراك رحمة لك، خليه وراك. خلينا نشوفه. ممكن انا هدية للشيخ ابو عائشة. هدية سوي لي اياه. هذا ورا البث راح ادز لك اياه هدية، بس اعطيني عنوانك ابو عائشة. طيب اقول أن كيف من قال الآن حميد البغدادي يسألني، طبعا حميد البغدادي أعرفه من زمن لي معه حوارات ونقاشات ومناظرات، يعني معروف، الله يحفظه، أعرف أسئلته. يسألني من العلماء، يعني أنت لماذا؟ أنا أستغرب، يعني مثلا ذو الفقار يأتي ويقول رأي وينظر في الأدلة والبراهين. نعم. لماذا فقط من قال من علمائك ومن قال؟ يا رجل الرواية واضحة ونستنبط منها أبو عائشة، مع أن هناك علماء قالوا مثل قولي أنا. لعل شوف، وأنا يعني القول الصريح من العلماء ترده. أبو عائشة القول الصريح للعلماء. لا كافي إذا تعيد نفس الكلام ما عندك دليل. القول الصريح بس اسمح لي، القول الصريح العلماء ترده. علمت عليه. أتعلم من هو أتعلم شيوخ يا أستاذ؟ اسمع، أتعلم من شيوخي؟ بن باز وابن عثيمين والفوزان والخضير. هؤلاء أنا أخذت العلم منهم، أنا ما أخذته من الشارع أو من الأصاغر دولي. أنا أيضا أخذت العلم منهم. أنا أيضا أخذت العلم منهم يا أخي. الجواب لحظة يا أستاذ، أيضا أخذت العلم منهم. أنا أستغرب أنك تسأل ولا تسمع الجواب. عن طريق الكاسيتات وعن طريق السيديات، على كيفك. احنا هم تلاميذهم على كيفك. أنا ما شفتك معنا في الحلقة جالس. لا مو بالحلقة، أنا أثنيت ركبتي أمامهم، يا رجل. أنا ما أخذت بالكاسيت. لا بالكاسيت. تلميذ الألباني. الكاسيت ما هو. تقرأ كتابي ثم شيء عن الألباني. اقرأ كتابي. كنت أحب الألباني أكثر من ابن باز وابن عثيمين لأنه أعلم منهم. فالشيخ حميد البغدادي هو الآن بس الشيخ حميد البغدادي من عباد العلماء، يعني مرة لازم إلا تجيب له كلام فلان وفلان. منهج السلف شنو؟ هذا للأسف دليل على أنك ضعيف في الاستنتاج، ضعيف في الاستنباط،
ضعيف في فهم الرواية، لا بس تفهم. لا تشخصن القضية، يا رجل لا تشخصن. أنت درست. ابتعدتم عن الموضوع، ابتعدتم عن الموضوع. أنا لا أشخصن، أنا أريد أن أبين لك. عليكم. ارجعوا للموضوع رجاء، ارجعوا للموضوع. أبو عائشة اسمح لي، بس اسمح لي، نخلي هذه الطريقة. أنت عندك السلفية يقولون نتبع كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح، هيك كنا. هسه أنتم تغيرتوا لو نفس المنهج. دقيقة اسمع الجواب. تفضل. اسمع الجواب بس، اسمع الجواب، أنا ما أكملت. يلا جاوبني. أنا ما جاوبت. دقيقة طيب. عجيب، أي سؤال ما تجاوب. خلني أسأل. يا ربي سترك، والله هذا الفقر أحسن منك وأبابيل أحسن منك، إنهم ينصتون، والله ينصتون. أنت انصت يا أخي، انصت الجواب، انصت الجواب. ابن حجر في فتح الباري قال قولهم هجر بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه أنه عندما تكلم ثقل لسانه. لا ما قال. فلم يبين بعض الكلمات. ما هذا قال. كلام ابن حجر. ما قال. الإمام النووي ما قال. ممكن الصفحة لا إله إلا الله. ما قالوا. يا أخي يعني أكمل وعلق. ليش تكذب علينا؟ ليش تكذب؟ ما قالوا. لا إله إلا الله. أنت الوحيد الذي تقول بأن النبي ثقل لسانه، مع العلم حديث الرزية ما يخليني أحكي. حديث الرزية من بدايته إلى نهايته النبي صلى الله عليه وآله يتكلم كلاما فصيحا مفهوما للجميع، رائعا وواضحا، وكله يعني دقيق جدا، كل حرف يخرج يسمعونه. فأنت تدعي على رسول الله أنه يفقد الكلام ويفقد العقل ويفقد كيفية الكلام الصحيح. والنبي يقول لابن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهتني عن ذلك قريش، بين قوسين أبو بكر وعمر، فنهتني عن ذلك قريش وقالوا إن رسول الله بشر يغضب ويرضى. فغضب النبي صلى الله عليه وآله فقال اكتب. كيف تمتنع عن الكتابة؟ اكتب. فالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف، لا يخرج من هذا إلا حق. يا أبو عائشة تتهمون النبي على مود كرامة عمر؟ لعنة الله على رزية الخميس. ابن عباس يقول الرزية كل الرزية، يعني أعظم مصيبة بالإسلام، وأنتم ترقعون لعمر وحزبه الذين يطعنون بعقل رسول الله، وتأتي وتطعن بعقل رسول الله ومنطقه، وهو كل المسلمين يقولون بأنه خير من نطق بالضاد. ألا تستحي يا أبا عائشة وتقول أنا تلميذ ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وابن الفوزان وابن جبرين؟ لا تأخذك سبحان الله. رحمك الله. تفضل أبو عائشة. شيخ أبو عائشة تفضل. أجيب الآن؟ نعم تفضل. أنا ما قاطعت، أنا سكت، أنا لا أحب المقاطعات ترى. هذا الغلو يا أبا عائشة، ما هذا الغلو؟ أقول بالله التوفيق. على ما آتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا قول رسول الله في رزية الخميس: هلموا إلي أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا. فقول الرسول حجة على عمر وأبي بكر وعلى عثمان وغيرهم من صحابة رسول الله. إذن ما هذا الغلو الذي داخلك؟ أعوذ بالله. كن جديا يا أخي، كن جديا وكن واضحا. خلي يجاوب مولانا العزيز، الله يبارك فيك، خلي يجاوب لا يهرب من الجواب. صار سؤالين أسئلة ما يجاوب. تفضل سماحة الشيخ أبو عائشة تفضل. أنا ورا الأستاذ نقول وبالله التوفيق. علماؤنا من أمثال القرطبي والإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام السيوطي تكلموا عن هذا، وذكروا أن
ما جاء من كلام من هجر أو يهجر أو أهجر، قالوا هذا ما يعرض للأنبياء عليهم السلام، وهو عدم تبيين الكلام لبحة عارضة في الصوت أو ثقل اللسان حين الكلام من أثر الحمى. هذا كلام علماؤنا. النبي كان محموما والحمى أثرت عليه حتى أنه كان يغمى عليه. هاي وين تقرأ أبو عائشة؟ وين تقرأ؟ الله يبارك. عمر رضي الله عمر يا أخي أنا ما قاطعتك، أنا أذر الفقار، أنا أعتذر عن إجابة مو كلام. لا مو كيف أمر مو سرديات عندنا. الله يخليك جيب لنا لو كان يهجر رسول الله والعياذ بالله كيف أمر أبا بكر بالصلاة؟ دقيقة دليلك يا أبو عائشة، طلع الدليل خيي. دقيقة أبا عائشة، هذا الكلام الذي قلته في أي دليل؟ لسان العلماء، لا تتكلم بلسان العلماء، تكلم عن نفسك يا هذا. دقيقة أخونا شيخنا الكريم، دقيقة. أبا عائشة، هذا الذي ذكرته في أي كتاب؟ في فتح الباري؟ نعم كلام ابن حجر. نعم، إذا ذهبنا إلى كلام ابن حجر أيضا في فتح الباري، أنت بس في فتح الباري في المجلد التاسع الجواب كامل. يا أخي طلع لنا الكتاب، طلع لنا الكلام منه. اقرأ مو تحكي لنا حاجة من عندك. فقالوا هجر رسول الله معنى أهجر أفحش، يقال هجر الرجل إذا هذا وأهجر إذا أفحش. هذا في فتح الباري. ذو الفقار، أنا تناقشت معك في كلام ابن حجر بالمعنى هذا. ابن حجر يفسر الكلمة بالمعنى اللغوي، لا أنه يقول أن الصحابة أرادوا هذا الكلام. لا، الإمام ابن حجر لا يقول بهذا القول، هذا مجرد بيان لمعاني كلمة هجر في اللغة. لكن ابن حجر يقول أنهم قالوا أن لسانه ثقل بالكلام من أثر الحمى، فهو يقول أن هنا الهجران بمعنى ثقل اللسان أو أصابته بحة في صوته بسبب تأثير الحمى، وهذا جائز على الأنبياء. قرانا يا رحمة الأهل، جائز على الأنبياء، هذا جائز على الأنبياء. قرانا يا مصدر، قرانا يا بالمصدر. اقرأ الصفحة والجزء. الأمر الآخر قرانا يا بالمصدر، مو من عندك. طبعا عمر أبو عائشة قرأنا الجزء رجاء، نريد أن نعرف الصفحة. أي صفحة من فتح الباري؟ أبشر يا ذو الفقر، ما طلب شيء. نعم. أبشر. وين البحة؟ أنا سأعطيك بالكلام كامل بس أنتم طلعنا البحة. وين هالبحة؟ لن يعني للأسف يسأل ثم لا يعطيك فرصة أنك تجيب، على طول يقاطع، لأنه يعرف أني سوف ألزمه بالكلام العلماء. ما جاي يقاطعك الأخ حميد، ما جاي يقاطعك، جاي يقول لك اعطيني المصدر هو تكلم. يا عمي من حقه يطالبك بالمصدر، من حقه يطلب حتى أرجع وهابي مثلك يا أخي. دا طالبك بالمصدر، جاي يطلب منك المصدر، ما يقاطعك. هل كلامك حجة؟ نورنا يا أبو عائشة، نورنا. من وين طالع المصدر؟ طيب طلعنا المصدر أبو عائشة وجاوبنا عن الحديث اللي ذكرت لك إياه. قول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق. أمر بالكتابة على كل حال، غاضب، راضي، مريض، صاحي، كل الأمور ذكرها بالمطلق. أن يا أخي لا سمحت يا أخي، من فم شريف إلا حق. يا أنت جيت خربت الحوار والله العظيم. أنا والله ما أجيبك على سؤال لأنك لست أهلا نجيبك، لأنك تقاطع. ذو الفقار، افتح الجزء السابع صفحة 738 فتح الباري للعسقلاني. اقرأ الجملة. طيب، طبعا ابن حجر يأتي بالحديث ويقوم بالتعليق عليه، فيقول هنا: فقالوا ما شأنه أهجر، فقالوا هجر بغير همزة،
وللكشمهيني هناك فقالوا هجر رسول الله، أعاد هجر مرة. قال عياض، هو الآن يتكلم معنى أهجر، يعني هو الآن ينقل كلام عياض. أهجر أي أفحش، يقال هجر الرجل إذا هذى، وأهجر إذا أفحش. وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء، والروايات كلها إنما هي بفتحها. وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضوع فأطالوا، ولخصه القرطبي تلخيصا حسنا ثم لخصته من كلامه. وحاصل أن قوله هجر الراجح في إثبات همزة، هذا يعني يتكلم عن هجر من باب اللغة العربية وباجتهاد. نعم أكمل. يقول اسمع، طيب الآن يقول هنا ثم السكون الهذيان، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي ما يقع من كلام اسمع يا حبيبنا، احنا ما نأتي من روصنا. نعم أكمل. نعم، الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي مستحيل. هذا نعم. مستحيل على الأنبياء. إذا المستحيل أن النبي يهدي، هذا مستحيل لأنه معصوم في هذا. جميل. والهجر هم ماذا قالوا له؟ لا يهجر. دعني أكمل. هم قالوا له يهجر، والهجر بالضم ثم السكون الهذيان. يا أبا عائشة الحديث أمامك، أنا استخرج ما أنت تقرأه الآن. والهجر بالضم ثم السكون الهذيان، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض، يعني ثم يقول ابن حجر ووقوع ذلك من النبي مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. فالصحابة ماذا قالوا عن النبي؟ قالوا يهجر. ماذا أقول لك؟ إذا الهجر هو الهذيان. هذيان أبو عائشة، هذيان هذا الذي دمرت نفسك يا أبا عائشة، أتيت بدليل ضدك. لحظة يا جماعة، أنا لسه ما أكملت. نعم أكمل أبا عائشة. أنا ما أنك أتيت بدليل يخدمنا، أنت الآن أتيت بدليل يخدمنا. أحسنت بدل الفقر. الآن ابن حجر يقول هذا ممتنع على النبي، أكيد عدم ممتنع. تنظيم الكلام هذا ممتنع. نعم هذا صحيح. ممتنع. نعم صحيح هذا ممتنع. طيب وهم رموه بما يا أبا عائشة، شيخنا الجليل أبا عائشة، الصحابة قالوا أن النبي يهجر، فما معنى الهجر؟ يقول والهجر بالضم ثم السكون الهذيان. ما هو الهذيان؟ يقول والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن هذا الهجر والهذيان مستحيل أن يقع فيه النبي. فالصحابة قالوا أن النبي يهجر والهجر هو الهذيان. فأنت بارك الله فيك أبا عائشة دمرت الصحابة. يعني الصحابة كانوا كذابين بقول لا لحظة. تورطت يا شيخنا الكريم أبا عائشة، تورطت الآن بهذا الدليل، أتيت بدليل يخدمنا. دعني بس يعني بقولك هذا الصحابة دقيقة على تفضل رد. يعني أرد على حميد البغدادي ويقول كلام عالم يستانس بكلام العلماء. دعني أكمل. شوف أبو عائشة، شوف هذا الأمر الأول، هذا ممتنع على النبي لأنه معصوم بالله ورسوله. الأمر الآخر أعوذ بالله. الأمر الآخر ماذا يقول؟ يقول ويحتم، لا طبعا هو يقول أنه كغير الهذين في مرضه امتثل أمره وأحضره ما طالب منه فإنه لا يقول للحق. قال هذا أحسن الأجوبة. قال ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له، ولكن يبعده ألا ينكره الباقون عليه مع كونه من كبار الصحابة، ولو أنكروه عليه لنقل. ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك، يعني الذي قال هاجر أو يهجر، صدر عن دهشة وحيرة كما أصاب كثيرا منهم عند موته. وقال غيره ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه أكمل فأطلق اللازم وأراد الملزوم، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. دقيقة أبو عائشة توقف. يقول فأطلق اللازم وأراد الملزوم. لماذا؟ لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. ماذا قال عمر؟ قال النبي قد غلب عليه الوجع. ماذا قال عمر؟ أطلق اللازم. عمر أطلق اللازم غلبه الوجع وأراد الملزوم، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. فهنيئا لك يا أبا عائشة، دمرت نفسك للمرة الثانية. دمرت عمر. نعم دمر عمر، دمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسنت. بعد وين كلامك بعد؟ من قال بقولك يا أبا عائشة؟
هذا الرجل لا الصفحة كلها رزية، هذه الصفحة كلها رزية. لا يمثل إلا نفسه هذا الرجل. هذا الرجل لا يمثل إلا أساتذة نفسه. عندي ممكن أساتذة عندي مداخلة أخيرة وانزل. عنده مداخلة أخيرة وانزل. الله من المتكلم؟ من المتكلم؟ شكرا أستاذ سيد حسن، قناة أنصار الزهراء. أسأل الشيخ أبو عائشة، شيخنا أبو عائشة، هل عمر بن الخطاب قدم بين يدي رسول الله القرآن أم لم يقدم؟